السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. والنهارده راجعه لكم فيديو جديد، وزي ما انتم شايفين النهارده هنعمل المولتو الصغير بطريقه سهله وبسيطه. عملت الحلو وعملت الحادق. الطبق دوت اللي انتم شايفينه دوت الحادق. ودلوقتي معانا هنبدأ بالمكونات. معانا كوبايتين دقيق كبار، ومعانا معلقه كبيره بيكنج باودر، ومعايا معلقة كبيرة لبن بودر. هننخل الدقيق مع البيكنج باودر، وهننزل باللبن البودر على الخليط زي ما انتوا شايفين كده بالمنظر ده. وهننزل بالمية. وانا نسيت اوريكم من اهوت، انا نزلت بمعلقة كبيرة زبادي وبدأت اعجن العجينة زي ما انتوا شايفين كده، طرية وبتلزق في الايد. بعد كده هغطيها واسيبها شوية، وهجهز بقى بقية الحاجة. المكونات معايا هنا شوكولاتة. هنا بعد ما سبتها ربع ساعة او تلت ساعة بنريحها. بنجيب حبة دقيق كده على الرخامة وبنفرد زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. وهبدأ انزل بالعجينة وهفرد بالنشابة على العجينة. وانا مش عايزة هنا هوت العجينة تبقى تخينة، هترفع على قد ما نقدر بالشكل ده كده هوت. انا عشان كنت بس ماسكة الموبايل بصور بيه، ما كنتش عارفة اشتغل واصور. بعد كده هنجيب السكينة وهنبدأ نقطع العجينة 4 تربع زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. السكينة دي كانت باردة فهغيرها واجيب سكينة تانية، وهبدأ اقطع مثلثات صغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. القناة بتكبر بيكم وبدعواتكم ليا ان شاء الله. انا بدأت بقى هنا اقطع العجينة مثلثات صغيرة. عايزة تكبري براحتك، انت لو عايزاها كبيرة على حسب الحجم، بس انا هعملها صغيرة زي ما وريتكم في اول الفيديو بالشكل ده. انا بس مش مالكة بس ان انا امسك الموبايل بقى، عايزة اوريكم. مش عارفة امسك الموبايل وامسك السكينة بايد واحدة بالشكل ده كده اهوت. انا هعملها صغير بالمنظر ده زي ما انتوا شايفينها كده اهوت. وهبدأ بقى اجيب الشوكولاتة واحشي بقى بقطعها حتت صغيرة، وافضل بقى هفضل الف بالمنظر ده كده اهو. هنا بقى بدأت الفها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهوت، وهرصها في طبق او اي حاجة بالمنظر ده كده اهوت. شوفي شكلها جميل ازاي. هنكمل بقى باقي الكمية بالشكل ده. دوسوا بقى لايك يا حبايب، يلا فرحوني، يلا ارفعوا لي الفيديو يلا عشان كل الناس تشوفه بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين كده. واقفلي كويس من الجنب عشان الشوكولاتة او الحشوة بتاعتك ما تطلعش من الجنب. ممكن تحشي اي حشوات حادق او حلو. انا عملت 2 حادق وحلو الشوكولاتة كده اهوت. شايفين انا بعملها معاكم كده اهوت عشان تبقوا عارفين الطريقة ازاي. طريقة سهلة جدا. يلا بقى دوسي لايك واشتراك. انا كده عملت الكمية كلها، خلصت الكمية كلها. وهجيب طاسة واحط فيها زيت واسخن الزيت، وهنزل بالمولتو في الزيت. احنا هنعملوه في الزيت، مش هنعملوه في الفرن، مش هنخبزوه في الفرن. طريقة سهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد منك كل القصة دي، مش هتاخد منك 10 دقايق حتى. هنبدأ بقى ننزل بيه كده هو، وتقفي قدام الزيت عشان هو ما بياخدش اصلا، ما بياخدش وقت خالص. في ساعتها بياخد لون عشان الزيت بيبقى سخن قوي، بياخد لون بعد كده تروح قلبها على الوش التاني. انا هنا بقى اهو قلبته، شايفين بقى وشه بقى عامل ازاي، وطلعته في الطبق. شايفين الجمال بقى شكله عامل ازاي.
شايفين الشوكولاته طالعه سايحه منه ازاي؟ شايفين الجمال؟ مش قادره اقول لكم. شايفين الجمال؟ اقسم بالله تحفه. جربيه ومش هتندمي. بمكونات بسيطه خالص. وهنا بقى انا كان فاضل معايا حبه شوكولاته، سيحتهم كده على النار، بدات انزل عليهم كده على الوش كده باي حاجه كده للتزيين. وبكده يبقى وصلنا لاخر الفيديو. ان عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني باللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. والنهاردة راجعه لكم فيديو جديد. والنهاردة هنعمل المولتو الصغير بطريقة سهلة وبسيطة، مش هتاخد معانا وقت خالص.